كداب اللي يقول لك اتعلم انجليزي في 30 يوم، هم 300 يوم على الاقل. وعشان نكون واقعيين كمان، وانا عايز اقول لك على غلطه كلفتني وقت كتير في تعلم اللغه الانجليزيه، الا وهي حفظ الكلمات مفرده. اتعلمت من خلالها بس اخدت مني وقت كبير، والافضل انك تحفظ جمل كامله، ودي هتفيدك في تعلم تركيبه الجمل الصحيحه وسهوله استخدامها بدون الحاجه لتخمين التركيب بتاعها، ومزايا كتير تانية. ولو عايز حاجه توفر عليك مجهود خرافي في تعلم اللغه، شوف المجموعه دي. عندك مثلا الكتاب ده فيه 5000 جملة انجليزية. الجمل مش بس مكتوبة بجرامر مظبوط، لا ده كمان منطوقة صح. ميزة حفظ الجمل الجاهزة انك مش بتحتاج تفكر وانت بتتكلم، لانك دايما حافظ جمل جاهزة مناسبة لمواقف كتير في بيئة العمل. مش مطلوب منك غير انك تتمرن عليها، فلما تتعرض ليها تقدر تطلعها بشكل لا واعي. والكتاب متسجل صوتيا بأمريكان اكسنت. We're having a real heat wave. Heat wave equals many consecutive days of hot weather. وكمان فيه فصل عن البيزنس انجلش. عندك كمان الكتيبات دي فيها حاجات كتير جدا جدا. يعني مثلا بداخل عقل متعدد اللغات، ازاي تتكلم انجليزي زي الاطفال، ازاي تتكلم انجليزي زي ما اتعلمت عربي، اشهر 10 خرافات بتمنعك من اتقان اللغة الانجليزية، وحاجات كتير جدا تانية. انت بعد ما تقرأ الكتيبات دي كل افكارك السابقة عن الانجليزي هتتغير وتتبني من جديد، بس المرة دي بناء على كلام ناس بتتكلم 10 و15 لغة. يعني كلام متجرب وعملي ومبني على العلم. وفوق كل ده فيه ماتيريال مع الكتاب، فيها فيديوهات، محادثات واقعية، وفوناتكس وجرامر. ومن الحاجات الحلوة كمان ان فيه كتيب ذاكرة ضد النسيان، بيشرح طريقة السبيست ريبيتيشن، ودي طريقة عالمية مشهورة. لما هتجربها هتلاقي نفسك مش بتنسى اللي ذاكرته، لانها اشتغلت على الذاكرة قصيرة الاجل وطويلة الاجل في نفس الوقت. واكتر حاجة عجبتني هي كتيب الخطة بتاع المذاكرة لكل الباقة دي. خطة مفصلة وجدول هيساعدك تتابع تقدمك يوم بيوم. باقة جميلة جدا هتفرق معاك فعلا من أول يوم. كل اللي عليك تمشي مع الخطة والجدول، وهتلاقي الإنجليزي مش صعب زي ما أنت كنت فاكر. سلام.